السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 جرائم وقعت فقط ليلة أمس البارحة 7 جانفي 2023. أولها في بودواو بومرداس، راح ضحيتها محمد حملاوي بطلق نار من جاره. أما الثانية فهي في مزايا ولاية البليدة، وهذا بعد شجار بين أخوين تدخل فيها الأب لفك العراك بين أبنائه حتى تأتيه ضربة على الرأس بالخطأ. السلاح المعتمد البالة من ولده أدت لمقتله مباشرة. فحسب شهود عيان يروي أحدهم: الجريمة وقعت في لاروي لافامي بومرزوق. كنت خارج من المسجد بعد صلاة المغرب، رأيت 2 من الإخوة واقع بينهم شجار ليس حتى بالعنيف. بعدها هدأت الأوضاع وجاء الأب ليوبخ ابنه الأكبر على شجاره مع أخيه، لأن الأب كان له حب كبير للأخ الأصغر، كما نقولوا حنايا المعزوزي ديالو. بعدها جاء الابن الأصغر فوجد ملاسنات كلامية بين أبيه وأخيه. أراد أن يدافع عن الوالد، عن الأب يعني، وعن طريق الخطأ وقعت الضربة في رأس أبيه، والتي لم تكن متعمدة ولا كبيرة، ونختصرها بالقضاء والقدر. في طريق المستشفى بلغنا وفاة عمي محمد بومرزوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الجريمة الثالثة فكانت في بن عاشور ولاية البليدة. راح ضحيتها شيخ وجد مقتول منذ 3 أيام بمنزله وعليه أثار الضرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا يجري؟ هل القتل أصبح لعبة بين أيادي البشر؟ في الأخير، إذا عجبكم الفيديو نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومع السلامة.